ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل شوربه عدس، يلا بينا. هنحط بقى الحله بتاعتنا على النار، وهنحط الميه، وهنحط 3 جزرات وسط بعد ما تتغسل طبعا وتتقطع، وعليهم كوبايه عدس. وهقطع 3 بطاطسات وسط مكعبات وهنزل بيهم برضو، وهنقطع بصلتين وسط وهنزل بيهم، و4 فصوص او 5 فصوص توم. وهنحط 5 طماطمات صغيرين زي ما انتم شايفين. لو طماطم كبيرة شوية هنحط طماطمتين أو 3. طبعا احنا النهاردة مش هنعمل شوربة عدس بس، أنا هعمل سلطة بطاطس. زي ما انتم شايفين، أنا كنت جايبة نص كيلو بطاطس. خدت منهم بطاطستين للعدس، والباقي قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اقليها. طبعا هي بطاطس تحمير، لان التانية بتبقى غامقة شوية لما بتتعمل. فهنحمرها في الزيت كده لغاية لما تاخد اللون البامبي بتاعنا، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هنسيب بقى البطاطس كده تاخد تدي مع نفسها، وبعدين هنعمل ايه الخطوة التانية. هقول لكم دلوقتي. احنا هنشوف بس العدس بتاعنا هيخش في السوا الاول، نديله تقليبة حلوة زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. وبعد كده هحط بقى حلة صغنونة وفيها معلقة سمنة وشوية زيت. هنحط بقى معلقة السمنة بتاعتنا، سمنة فلاحي او سمنة نباتي اللي انتي تحبيه، شوية الزيت، وهنزل بحبة شعرية واحمرهم علشان خاطر نعمله بقى شعرية برضو، شوربة عدس بالشعرية. في ناس بتحبها كده عشان بيحبوا يغمسوها، وفي ناس لأ، طبعا مش كل الأذواق، بس في ناس ياما بياكلوها كده، وانا عندي في البيت برضو يعني انا جوزي بيحبها كده. هنديها تقليبة حلوة كده لغاية لما لونها يدي بقى اللون البامبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده، الذهبي. وانا طبعا عندي كوبايه شوربه، فانا حقيقي ما برميش اي شوربه تتبقى عندي، لاني بحتاجها. ممكن عايزه اعمل ملوخيه، عايزه اعمل اي حاجه تانية، شوربه خضار، بحتاج الشوربه دي، فما برميهاش. يا بحطها في علبه تلاجة، يا بحطها في اكياس تلاجة، وبحطها في الفريزر، ولما بحتاجها بطلعها. فهجيب كوبايه شوربه وهسوي شويه الشعريه دول بحبه الشوربه اللي انا هطلعهم. زي ما انتم شايفين حطيت عليهم كوبايه شوربه، هسيبها بقى تخش في السوا. وهروح بقى لشوربة العدس بتاعتي، واشوف بقى دخل في السوا و... واديها تقليبة حلوة كده الاول، واسيبها تكمل سواها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الاكله دي طبعا عيالنا بيحبوها جدا، مغذيه جدا. طبعا ساعات الدكاتره تقولك اعملوا شوربه العدس للاطفال اللي هم في بدايه اكلهم. طبعا هنا البطاطس بتاعتي اتحمرت اهيت، هشيلها. وهحط شوية بقى فصين توم في شوية زيت في طاسة كده صغنونة. وهديها بقى اللون بقى البامبي بقى الحلو كده. وبعد ما تاخد اللون البامبي هكون جايبة كزبرة خضراء. طبعا هتغسليها كويس وتقطعيها، وبعد كده تسيبيها تتصفى في المصفى، وتاخدي يعني زي حبة كده في ايدك، وتحطيهم على التوم لما يدي اللون البامبي، يعني هو ده اللون ده حلو قوي كده. هنحط بقى الكزبرة الخضراء، وهنحط التوابل بتاعتنا. هنحط فلفل اسمر، كمون، ملح، واديها تقليبه. وهنسيبها بس لمجرد ان الخضره تدبل شويه. بعد كده هننزل بالبطاطس بتاعتنا واديها تقليبه. طبعا احنا هنديها تقليبه كده، وهطفي النار على طول. بعد كده هنزل بالبطاطس واديها تقليبه تانية، واغطي عليها علشان البخار بتاع سخونيه التقليه يخلي البطاطس تطرى شويه. هنقفل بقى عليها كده ونسيبها، ونروح نشوف شوربة العدس بتاعتنا. وادي كمان الشعرية بتاعتنا استوت. انا هطفي عليها بقى لغاية لما اخلص شوربة العدس. طبعا شوربة العدس كده دخلت في السوا خلاص. هنضربوها بقى في الخلاط ونظبطوا الدنيا، ونرجعوا معانا بقى في حلة فيها بصلتين وسط. زي ما انتوا شايفين انا قطعت حلة فيها بصلتين كده وسط. هفضل اقلب فيها بقى لغاية لما تاخد اللون البامبي او الذهبي. أكلة بسيطة وسهلة، وزي ما قلت مغذية جدا للأطفال. طبعا من غير بس التقلية بتاعة البصل اللي احنا بنعملوها دي. الدكاترة ساعات كانوا يقولوا لي اعمليها لابنك، يعني في بداية أكله يعني لسه، بس بتبقى تخينة شوية زي السريلاك كده، بس فيها كمية غذاء حلوة قوي.
نزلنا بالعدس على البصلة وهنقديها تقليبة، ويلا بينا بقى على التوابل بتاعتنا. فلفل اسمر، الكمون، الملح. انا ما بحبش احط اي اضافات تانية في العدس. هديها تقليبة بقى ويا دوبك تغلي غلوتين، لان هي اساسا كل الحاجة فيها مستوية. تغلي غلوتين وتدخل بقى كده في السوا بتاعتها كده، ويبقى كده تمام خلاص. هناخد بقى منها حبة كده حلوين وننزل على الشعرية بتاعتنا، وبرضو نولع عليها النار ودي تاخد غلوتين بالشعرية. يبقى احنا كده عملنا صنفين من العدس، عدس بالشعرية، وعدس اللي هو شوربة العدس العادية. طبعا انا وولادي بيموتوا في حاجة اسمها فتة العدس، يعني ما اعملش عدس غير لازم بالفتة العدس. زي ما انتوا شايفين كده خلاص، انا هطفي عليه كده اهو استوى. وبرضو اللي هي العدس بالشعرية برضو خلاص اهو استوى. هياخد غلوة بسيطة وهطفي عليه عشان بس ايه يتقل شوية ويتخن. وبكده يبقى شوربة العدس بتاعتنا عملناها. أكلة موفرة بسيطة، ما بتتكلفش كتير لست البيت اللي مصروف يا دوبك بيكفي بالعافية. احنا بنصحى الصبح نجيب عيش ونجيب فطار، تلاقي مصروف البيت راح. طبعا احط حتة سمنة فلاحي في طاسة وهقطع فيها عيش، اي بقى عيش عندك مفرود اللي احنا بنجيبه من الفرن او عيش بلدي. وهنزل بقى احمر العيش، وهنزل بشوربة العدس زي ما انتوا شايفين كده بقى على العيش بتاعنا. ودي فتة العدس. ويا سلام بقى على بصلتين جنبه بقى، الله الله، احلى دفا في الشتاء. زي ما انتوا شايفين ادي شوربة العدس بتاعتنا، ولا ريحتها روعة. وهنغرف برضو العدس بالشعرية زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ويحسن ما بين ايديكم. ودي سلطة البطاطس بتاعتنا، حاجة كده تفتح النفس، احلى من مليون اكلة تانية. زي ما انتوا شايفين، يا رب الفيديو يكون بسيط وسهل ويعجبكم وتجربوا سلطة البطاطس دي، مش هتبطلوها ابدا. وبالهنا والشفا.